عليكم ورحمة الله. معكم رادر فول هيل بيست. اليوم موضوعنا عن أفضل دبوب ممكن تبتدي عليه. طبعا كل واحد وله راية وله أسلوبه في السياقة. أنا شخصيا بديت على 300 مثل ما تشوفون. ذي 300 شو الفرق بينه وبين 600 والألف وال1300 و1400؟ طبعا 1300 250 يعتبر البيجنر بايكر. يعني انت اول ما تبتدي ما تبي شيء قوي، ما تبي شيء يعني لا سمح الله دسته زيادة يرتفع عليك الكفر الامامي. فباختصار مفيد تبتدي بشيء صغير اللي هو 300 او 250. طبعا 250 شكله شوي يعني مو لذاك الزود، و300 يعني اعتبره من افضل دبوب انك ممكن تبتدي سياقة عليه وتتعلم، لانه مثل ما تشوفون شكله شابه ال600. يعني اكثر الاوادم كانوا يسألوني اللي عندك 600 اللي عندك 600، اقول لهم 300 ينصدمون، وفي بعضهم يسألوني كم سي سي، اقول لهم 600 يصدقون. فهذا هو البايك. شكل يعني يمكن ما ادري في الصورة شلون ببين اذا كان اصغر ولا لا، بس هو البايك يعني حجمه متوسط معقول. الشيء المميز في البايك عندكم السليبر كلاتش. ايش فائدة السليبر كلاتش؟ السليبر كلاتش عندك اذا نزلت جير مو بمناسب وهديت الكلاتش، لو بالكلاتش العادي راح يقدمك قدام، يعني كي يطق فيك بريك قوي. فبالسليبر كلاتش ما يخلي الكلاتش يصير انجيج مع الماكينة، فيصير راح يصير سليب، فهذا يقلل من البريك اللي بصدق من الانجن. فهذا هو البايك. طبعا انا معدل فيه اكزوز كان فلتر. الاكزوز طبعا صوته حلو، بس طبعا مو بنفس ال4 سلندر، مثل ما شفتم في الفيديوهات القبلية في باك فاير لأنه شايل دبات البيئة أو بالإنجليزي الكات. وضايف MD تيل لايت لأن الأصلي يوصل لك لمني واللوحة والسكنير شكل قبيح، فأنا كل شيء الليت مع السكنير فذي. والاكزوز M4 هذه مثل ما تشوفون، بس ما ادري في بعض الكاميرات يبين مقطع، بس هو الليت عادي يعني مو مقطع ولا شيء. اذا اطق سكنير التتابع اللي هو السيكونس، واذا اطق بريك يولع وينطفي 3 مرات كتنبيه. مثل ما تشوفون. والحين بشغل لكم حق تسمعون صوت الاكزوز. طبعا الصوت معروف. طبعا الصوت اللي تكون سجل الجو برو مو بنفس الحقيقة، في الحقيقة أقوى. والحين باخذ فيكم فرة وبتكلم معاكم عن البايك. والحين عن البايك طبعا ضايف إضافة جدا مهمة وجدا مفيدة، لأن جيور 300 قصيرة. يعني أنت ما تذكر كنت في أي جير، يعني انت ساعات عادة تكون في الجير الثالث انت عبالك الجير الرابع، ساعات عبالك بتنزل جير ثاني تنزله اول، فهاي المشكلة. فمن كذي كل مرة يعني كذا موقف صادني كنت ابى انزله ثالث
نزلت ثاني، لأن ما كنت ساعات يعني تنسى. فذا الشيء جدا جدا مفيد الصراحة، يعني استفدت منه كثير. فأول شيء اللي هو جير انديكيتر، الكلاتش مثل ما قلت لكم سليبر كلاتش، اللي يميزه انه يكون حده خفيف، اضغطه بصبعين حتى صبع اوكي. والانجيجمنت مال التماسك يكون كله في النهاية. شوفوك بدأ يطيح الار بي ام مني. فهاي هو البايك. والحين بخل فيكم فرحك وبشرح لكم عنه شوي. طبعا البايك حده خفيف، يعني تلعب فيه يمين يسار بكل سهولة، يعني ما تواجه صعوبات. اذا تمشي 600 ولا 1000 يكون شوية ثقل. التسارع ماله معقول بالنسبة لحجم الماكينة، تسارع ممتاز صراحة. يعني بالكيان انفلتر والاكزوز يعني سوى فرق كبير، حسيت النفس ماله صار احسن. لو بس يتبرمج الموتر خلاص ينزل 5 حصنة. الفليوتر ماله لأنه 300 الانجل مال السكان اكثر من 600 او السوبر سبورت. فكل مرة اذا كنت اطلع مع جروب لو في 600 و 1000 دايما نسوي يوتر كلهم ياخذون لفة طويلة، لان السكان ما يلف اكثر، فانا اقص عليهم القصة اصغر واطوف. يعني في المنحنى خفيف. طبعا في باك فاير لان شلت الكات، ما اقدر اصور لكم الباك فاير لانه الاكزوز ورا صاير وما اقدر افر راسي وما انتبه حق الشارع، لان في لحظة واحدة يتغير كل شيء في الشارع. ومثل ما قلت لكم 300 بالنسبة لي افضل شيء، وناس يعني ناس وايد ابتدوا ب600 وضعهم في السليم. انا ابتديت 300 يعني قبل اخذ 300 جربت 600، فشفت روح انه بال600 انه الوضع اخطر، فقلت باخذ لي 300 بتعلم عليه. عقب اذا الله كتب باخذ لي فايدة. واخر نقطة نسيت اتكلم عنها اللي هو الكواساكي نيوترال فاوندر. ايش سالفة النيوترال فاوندر؟ ذي في الجير بوكس. وش يسوي ذي بالضبط؟ انت اذا جيت توقف عند الاشارة طبعا بتخلي في الخالي حق توقف تهدي الكلاتش ترتاح. بعض الاوقات تصيدك مشكلة اذا دور الخالي، لانه دور الخالي لانه بين الاول والثاني. فبعض الناس عندهم مشكلة حق يدورون الخالي، فكل ما يركب يبي يدخل خالي يركب له ثاني. فذي شنو وظيفته؟ وظيفته اذا يعني حتى تشوفه هاي الاول انطفت اللمبة، الحين بيدي ها ما يركب ثاني. ذي فايدته، شيء جدا مفيد الصراحة، يعني استفدت منه وايد.